فجاءت إليه قالت: ما أدراك بهذا؟ قال: لأنك فقدت الأمل بالناس، هنا يأتي النصر من عند رب الناس. إذا فقدت الأمل من الناس وأيست من أسبابهم وعلمت أن الناس لا شأن لهم ولا قوة لهم ولا حيلة لهم، إنما هم أسباب، إنما الحقيقة عند الله عز وجل، بيده الأمر كله، والأمر يرد إليه جل وعلا، لأن الله يقول: أمن يجيب المضطر. متى يضطر الإنسان؟ إذا أيس من الدنيا اضطر إلى الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ولهذا يعقوب عليه السلام لما مرت تقريبا قالوا 30 سنة أو 40 سنة على فقد ابنه يوسف عليهما السلام، ثم فقد أخاه الآخر، ابنه الآخر بنيامين الصغير، فلما فقد ابنيه قال لأبنائه: فصبر جميل. ليس كل صبر كغيره، هناك صبر جميل ليس فيه رد لقدر الله، فيه الرضا، فيه التسليم، فيه الطمأنينة بحكم الله عز وجل وحده. هذا هو الصبر الجميل. ربما تدمع العينان لا بأس، ربما يحزن القلب لا بأس، ولكن لا نرد قدر الله عز وجل أبدا، ولا نوكل الأمر إلى الناس، لأن الناس ليس بيدهم شيء. قال الله جل وعلا على لسان يعقوب: فصبر جميل. ما فقد الأمل. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. نعم، الأمر عند الله عز وجل وحده، لكن الأمر يحتاج إلى صبر. رسالة الثانية: البلاء على قدر الدين والإيمان. يبتلى المرء على قدر دينه. لما نحن بين الناس؟ لما هذه الأم فقدت ولدها منذ سنين؟ لما هذه الزوجة تنتظر من بين الناس؟ لما أولئك الأطفال من بين غيرهم؟ لأن المرء يبتلى على قدر دينه، فإذا ازداد دين العبد ازداد البلاء. وهذه حكمة الله عز وجل في الناس. انظروا إلى الأنبياء والمرسلين كيف ابتلوا فصبروا، إلى الصالحين كيف ابتلوا فصبروا. وسنة الله عز وجل في الكون بلاء واختبار. الدنيا جبلت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. انظروا لنبينا عليه الصلاة والسلام، مات آخر أولاده، وموت الولد صعب وخبر موته صعب، ولكن الصابر المحتسب يتسلى بالقرآن، يتسلى بالإيمان. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. مات آخر أبنائه، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن لفراقك، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. انظروا للجملة العظيمة في المصيبة. إنا لله، نحن وأولادنا وأزواجنا وأحبابنا وأموالنا كلها لله عز وجل، فلما الحزن؟ إنا لله، بل إنا إليه راجعون. أي الأمر لا ينتهي في الدنيا، فهناك لقاء في يوم مقداره 50,000 عاما. هنالك لقاء بإذنه جل وعلا لأهل الإيمان في القصور وعند الخيام وعلى شواطئ أنهار وعند أبواب الجنان. لا يدخلون لوحدهم، بل المؤمن يدخل هو وآباؤه وأمهاته، بل يدخل مع أولاده وأزواجه وأهله ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم. اصبروا. سلام عليكم بما صبرتم. صبر الجميل. سلام عليكم بما صبرتم. أما اليوم كل واحد وضع يده بيد أخيه، بيد أمه وأبيه، بيد أولاده، بيد أزواجه، يدخلون الجنة جماعات وزمر. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. رجل قبض الله عز وجل ولده، فأرسل الله عز وجل الملائكة، قال: انظروا إلى عبدي ماذا قال. قبض ولده والولد صعب،
فنظروا إلى الرجل، تعرف ماذا يقول؟ يقول الحمد لله على كل حال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقالت الملائكة يا رب حمدك واسترجع، حمدك واسترجع. قال الله جل وعلا ابنوا لعبدي بيتا في الجنة، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الحمد. تأتي أم حارثة بعد إحدى المعارك تسأل عن ولدها، ذهب إلى المعركة، تسأل عن رضيعها، تسأل عن ولدها، كبرته وربته، ولما شب وقوي ساعده ذهب إلى معركة لكنها لم تره بين الراجعين. أين ولدي؟ أين ابني؟ فقيل لها لقد قتل ابنك في المعركة. فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله أين ابني؟ ماذا حصل له؟ أدخل الجنة فأصبر؟ قتل في المعركة، أدخل الجنة فأصبر؟ قال أهبلت يا أم حارثة، قال أهبلت يا أم حارثة، إنها ليست جنة واحدة، إنها جنان، جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لا نيأس من روح الله، لا نقطع الأمل بالله جل وعلا، ولتتوجه قلوبنا بدل الناس إلى رب الناس جل وعلا. إذا أظلمت علينا الليالي وأقفلت في وجوهنا الدروب وسدت علينا الأبواب، وإذا الأسباب كلها انقطعت، فلا تتعلق يا عبد الله إلا بالله جل وعلا وحده. ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.